السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو عدلي من قناتكم كورة لايف. النهاردة يوم يعني الواحد فرحان جدا بأمانة. منتخب مصر يفجر مفاجأة ويفوز على منتخب بلجيكا 2-1. يعني حاجة لو كنا بنفكر ان هي ممكن تحصل او في تخيلاتنا عمرها ما كانت هتحصل. النهاردة الشوط الاولاني انتهى 1-0 لمنتخب مصر. مصطفى محمد جاب الجون الاولاني، واول الشوط الثاني اول ما ابتدى تريزيجيه احرز الجون الثاني. بلجيكا جابت جون بس ما عرفوش يتعادلوا معانا حتى. يعني منتخب بالاداء ده وباللعب ده وبالطريقه اللي احنا لعبنا بيها دي ازاي ما يكونش في كاس العالم؟ ده سؤال يطرح نفسه. يعني مش عارفين نقول مثلا هل كان العيب في كروش ولا كان العيب في ايه بالظبط. يعني هل اللعيبه النهارده عشان معلهاش ضغط ولا عليها اي حاجه فعرفت تطلع احسن ما عندها وعرفت تبقى كويسه، ولا التشكيله اللي كان حاططها المدرب الفني بتاع منتخب مصر؟ احنا مش عارفين، بس بجد حاجه فخر يعني لكل واحد مصري النهارده بعد الماتش ما انتهى، وان منتخب مصر النهارده عمل حاجه عالميه وهتفرق معانا كمان في التصنيف العالمي. بعد الماتش ده هيترتب ترتيب مصر عالميا في التصنيف العالمي. هيشوف هنطلع ايه، يعني هنزيد كام منتخب، هنطلع على كام منتخب في الترتيب العالمي. طبعا والله العظيم الواحد النهارده ما كان متوقع اللي كان هيحصل النهارده ده خالص، ولا كان متوقع نهائي ان كل ده يحصل. حاجه في منتهى الروعه. شكرا للعيبه، يعني شرفتوا مصر وشرفتوا الناس كلها، ويا رب يا رب اللي جاي احسن. المدرب الفني بتاع منتخب مصر يعني حاجه مشرفه، شكله ودماغه وطريقته حتى تفكيره بيقول ان هو هيضيف شيء باذن الله، يضيف شيء لمنتخب مصر ويظهر لنا لعيبه كمان ما كانتش نعرفها في منتخب مصر بتلعب في الدوري المصري مثلا. بشكر مصطفى محمد بجد، يعني حاجه مش عارف اقول لك ايه، بجد شغل رائع واداء ولا اروع. تريزيجيه ماكينه في الملعب، ماكينه. اول مره اشوف منتخب بلجيكا يبقى مضغوط. انت حاطط منتخب بلجيكا في الشوط الاولاني كده عمال تلعب عليه وكروسات ولعب وسروهات كتير جدا، يعني حاجه تحفه، حاجه تحفه. ما كناش بنشوف الاداء ده. احنا لعبنا في اول الشوط الاولاني في اول 10 دقايق كنا بنلعب مقفلين ورا شويه، بس انت خطفت الجون الاولاني وعملت كام هجمه كويسين جدا وعن طريق الاطراف. يعني محمد صلاح برضو كان عامل جبهه كام جامده جدا، وتريزيجيه كمان كان عامل جبهه كويسه جدا. منتخب بلجيكا مش عارف يعني هل هم عشان ماتش ودي كانوا كده ولا ده الاداء اللي هيبقى في كاس العالم، حاجه احنا مش عارفين الصراحه. يعني منتخب بحجم منتخب بلجيكا واللعيبه اللي فيه لعيبه عالميه، ايدن هازارد، كيفن دي بروين، الناس دي كلها يعني، والحارس العملاق تيبو كورتوا، يعني الناس دي كلها كده. يعني انا مش عارف الصراحه هيعملوا ايه في كاس العالم، وازاي احنا مش في كاس العالم، ازاي منتخب مصر مش في كاس العالم. دي حاجه علامه استفهام كبيره جدا. احنا مش عارفين، يعني عايزين نوصل ان شاء الله بان احنا نرتقي ونكون يعني في التصفيات اللي جايه نظبط بقى الكلام. المدرب ده احنا عاملين عقد معاه 4 سنين، ربنا يوفقنا يا رب. واستنوني في فيديوهات تانية كتير بإذن الله على قناتكم كورة لايف، وإن شاء الله تغطية حصرية للماتشات المهمة، تغطية حصرية للماتشات المهمة في كأس العالم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.